لما باكون مشغولة أو مستعجلة ومفيش عندي وقت أقف كتير في المطبخ من غير تفكير بعمل الأكلة دي. بقطع بصلاية كبيرة كده وبقلبها في الزيت لغاية ما تاخد لون دهبي خفيف بالشكل ده، وبعدين بقطع قرن فلفل وبقلبه مع البصلة لغاية بس ما يدبل. لو بتحبوا الأكل مشطشط ممكن تضيفوا فلفل سبايسي. وكده خلاص الفلفل دبل، فممكن نضرب طماطم في الخلاط ونصفيها ونضيفها، أو ممكن لو عندكم صلصة طماطم بيتي اضيفوها. الكمية طبعا ترجع لكم، عايزين تزودوا أو تقللوا زي ما تحبوا. هقلب الصلصة أو الطماطم مع باقي المكونات كده وهستنى بس لما تتسبك، يعني مش هينفع نضيف المية غير لما تتسبك الصلصة. ضيفوا مية مغلية علشان تنجز معاكم لو انتوا مستعجلين، وهنقلبهم مع بعض. ودلوقتي اهم بهارهم، ضفت ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة بابريكا، وبحب اضيف ملعقة صغيرة من خلطة البهارات المشكلة بتاعتي، بتدي طعم جميل. ممكن تستبدلوها ببهارات اللحمة او الفراخ، طبعا الحاجات دي بتبقى صايمة لان دي توابل ما فيهاش دهون. انا ما حبيتش اضيف مرقة علشان الاكلة تبقى صحية. هستنى لما الصلصة دي تغلي لها غلوتين كده، وبعدين هنضيف الخضار. ضيفوا بقى الخضار اللي انتوا بتحبوه. انا قطعت حبتين بطاطس مكعبات، وبعدين قطعت كوسة، وكمان هضيف خضار مشكل كان عندي متفرز في الفريزر. لكن لو حابين تضيفوا بسلة فريش هتضيفوا البسلة في الاول، وهتستنوا لما تغلي غلوتين وبعدين تضيفوا البطاطس والكوسة، لان البسلة الفريش بتاخد وقت اطول في التسوية، انما دي كانت متفرزة عندي يعني تعتبر مستوية نص تسوية. وفي الوقت ده تقدروا تدوقوا الاكل ده وتشوفوا اذا كان مظبوط او محتاج تزودوا له شوية توابل او ملح زي ما تحبوا. انا لقيته ناقص ملح فزودت نص ملعقة. قلبتهم كويس وبعدين هغطيهم واسيبهم يستووا على نار هادية، بس من وقت للتاني كنت بكشف الغطا واديهم تقليبة. ههدي النار كده وهسيبهم يستووا براحتهم. في الوقت ده احنا هنعمل الرز. جبت حلة وضفت فيها شوية شعرية، وفي الاول كده بحب اضيف الملح علشان تاخد لون موحد وتديني يعني نتيجة بسرعة. قلبت الشعرية لغاية ما أخدت اللون الذهبي الجميل ده، وكنت غاسلة رز وصفيته من المية، وهقلب الرز مع الشعرية لغاية ما يشخلك كده في الحلة، يعني يفصل ويبقى مش ملزق في بعضه. ده بيخلي الرز يبقى مفلفل وجميل. كمان لو عايزين الرز ينجز معاكم ممكن تضيفوا مية مغلية. بنضيف المية بتكون كده أعلى من مستوى الرز بعقلة صباع أو بسنتي. اديته تقليبة، وممكن تدوقوا المية على فكرة علشان تشوفوا الملح مظبوط ولا لأ. وبعدين غطيت الحلة وهسيبه يستوي على نار هادية علشان الرز ما يعجنش. لازم تسووه على نار هادية. خلاص كده يعني مفيش ربع ساعة وكان الخضار استوى وبقى زي الفل. بصوا هتلاقوه عامل زي الزبدة، بنختبره بالشوكة كده. البطاطس والكوسة تمام وزي الفل، والرز برضو كان خلاص استوى وبقى مفلفل وجميل. بعد ما بيشرب المية بتاعته بنطفي عليه النار ونسيبه متغطي كده 5 دقايق، بيكمل التسوية بتاعته على البخار. دلوقتي تعالوا بينا نغرف الأكل. شايفين الأكل شكله جميل ويفتح النفس ازاي؟ أنا من وقت للتاني بحب أفكركم بالأكلات المصرية الأصيلة بتاعتنا بتاعت زمان، علشان الوصفات دي يعني ما تندثرش كده وتتناقل عبر الأجيال، ما تنسوهاش. الأكلة دي من أجمل الأكلات اللي هتعملوها، طعمها زي السكر وسهلة وسريعة ومنجزة وكمان مغذية. أنا فاكرة زمان بابا كان بيعملها لنا دايما كل يوم حد، علشان ما كانش بتاخد وقت. شايفين الرز برضو مفلفل وجميل ازاي؟ قولولي يا ترى جربتوا الأكلة دي ولا أول مرة تشوفوها؟ أنا ما أعتقدش يعني إن في حد ما يعرفش الأكلة الجميلة دي. واكتبوا لي برضو تريكاتكم اللي بتعملوها في الأكلة دي عشان كلنا نستفيد من بعض. شكلها جميل ويفتح النفس وريحتها طبعا تجنن. الأكلة دي مش بس جميلة، دي من الأكلات المنقذة اللي هي يعني بتنجد الواحد كده لما بيكون مزنوق ومفيش عنده وقت يقف في المطبخ. كلها كده من الأول للآخر مش تاخد معاكم نص ساعة في تجهيزها وكمان في تسويتها. لو وصلتوا لغاية هنا بشكركم من كل قلبي على متابعتكم الجميلة. لو حاسين انتوا استفدتوا بأي معلومة ولو بسيطة بتمنى بس تعملوا لايك للفيديو. بحبكم من كل قلبي.